يلا بينا نعمل أطعم وألذ فطار ممكن تجربوه. كيكة حادقة طعمها حلو جدا وهتعجبكم وبتبقى هشة جدا ومش هتبطلوا تعملوها، هتدمنوها حرفيا. يلا بينا على الطريقة والمقادير. أول حاجة هشوح الفراخ دي أنا متبلاها بريحان توم وزعتر ناشفين مع حبة زيت زيتون، بشوحهم كويس مع زيت لغاية ما يستووا، وبعدين اروح ضايفة عليهم شوية فلفل ألوان وهشوحهم تاني لغاية ما كله يستوي واركنهم على جنب. يلا بينا بقى على طريقة الكيكة نفسها. هنحتاج 3 بيضات عليهم ظرف فانيلا، نص كوباية زيت، معلقة ملح، وهحط معلقة سكر. هقلب كل ده مع بعضه لغاية ما يديني اللون الأبيض ده. بعد كده هحط كوبايتين دقيق وظرف بيكنج باودر، وهضيف عليهم كوباية الا ربع لبن، ومعاهم جبنة من أي نوع جبنة بقى انتوا بتحبوه، ممكن ملح خفيف، ممكن كريمة تشيز، أي نوع جبنة بتحبوه. أنا دي كانت جبنة اسطنبولي، أنا مدقدقها كويس في زيت. بعد كده هقلب كل المكونات دي مع بعض لغاية اما دي يدوب خالص. شايفين قوامها عامل ازاي؟ هو ده القوام المطلوب بتاعها. بعد كده هنحط نص الخليط بتاع الكيك في صينية مدهونة زيت مقاس 24، وبعدين نص التاني بقى هنحط حبة ذرة بدقيق، ادحرج كده الذرة في الدقيق واروح ضايفاهم على النص اللي متبقي معانا من خليط الكيكة. وبعد كده هضيف زيتون اخضر مقطع ترانشات، في تركي مقطع مكعبات، وهنحط كمان شاري توماتو وهدحرجهم برضو في شوية دقيق. وبعد كده هضيف ميكس جبن، انا كنت حاطه شيدر وجودة. وبعد كده هضيف الفراخ اللي شوحناها، هقلب كله مع بعض. بعد كده هضيف المكونات دي على نص الخليط بتاعي اللي في الصينيه. بعدين هندخلها في فرن على درجه حراره 180 لمده 35 دقيقه ل 45 دقيقه لغايه اما تغزوها بالسكينه تبقى مظبوطه. وبعدين نقطعها، بصوا هشه وحلوه ازاي، هي كده مظبوطه. شايفين طريه ازاي؟ وحتى الجبن كمان سايحه فيها، طعمها حلو جدا جدا، هتعجبكم جدا لما تجربوها، وريحتها هتقلب البيت. شايفين شكلها حلو ازاي؟ وبس كده، وبالهنا والشفا. يا رب بقى تعجبكم الوصفه دي، وما تنسوش بقى تقولي ايه رايكم فيها لما تجربوها. ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب.